السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ النهارده هنعمل مخلل اللفت والجزر بكل سهولة في البيت وبطريقة سهلة جدا 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 بكل سهولة يا حبيب قلبي. دي شطة وده ملح زي ما حضراتكم شايفين. هحط على الملح شطة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. كفاية كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده نحط المية بتاعتنا اهي. المية بتاعتنا هنحطها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط تاني كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المية بالملح بالشطة زي ما حضراتكم شايفين. هننزل عليها بالمخلل بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حطينا اللهم صل على سيدنا محمد كده اللفت والجزر. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا البنجر الاحمر. انتوا عارفين البنجر يا حبايب قلبي مال السوق عشان يديله لون. هلقحه كده مع المخلل اللفت والجزر اهو. اللهم صل على سيدنا محمد اهو بالطريقه دي كده ان شاء الله. طبعا يا حبايب قلبي انا ما عنديش برطمان عشان احط فيه المخلل، فانا هخلله في الطبق ده واغطي عليه في الطبق. انا بفضل ان انا اخلل بصراحه المخلل في الطبق ده بيحافظ معايا فتره اطول عن المخلل. البرطمان بيخليه يعمل ريم ويجوف كده. بصراحه الطبق اللي انا بعمل فيه ده بيخلي المخلل معانا ما شاء الله لغايه اخر مخللايه ما يحصلهوش حاجه خالص يا حبايب قلبي. نسيت اقول لكم حاجه. دوت الورق بتاع البنجر. الورق بتاعه اهو اللي هو بتاع البنجر حطاه عشان يديله لون برضو للمخلل. لما صل على سيدنا محمد. يعني انا بصراحه قبل كده خللت المخلل في البرطمان باظ معايا بسرعه. الطبق بيحافظ عليه بيفضل فتره اكبر فتره ممكنه ما بيحصلهوش حاجه خالص. يفضل بصراحه كويس جدا معايا ما بيحصلش اي حاجه خالص للمخلل. اللهم صل على سيدنا محمد. بخلله وبغطيه تغطيه. اهم حاجه بس تغطوه كويس جدا. اهم حاجه المخلل يتغطى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم ده ورق بتاع البنجر الاحمر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا مش راضيه احط ايدي عشان هو بصراحه الشطه طبعا حراقه ما ينفعش نحط ايدينا خالص. طبعا انا متعوده ان انا بصراحه بحب اخلل في الاطباق مش في البراطيم، لان الاطباق البلاستيك بتحافظ على المخلل زي ما قلت لحضراتكم اكبر فتره ممكنه. ما بيحصلش للمخلل حاجه خالص. المخلل بيفضل معاكم على طول فريش وطازه ما بيحصلوش اي حاجه. زي ما قلت لحضراتكم البرطمان بيعمل له ريم كده وبيخلي المخلل معانا يبقى مش كويس يعني ويبوظ معانا. معظمه بيبوظ بسرعه، لكن انا بصراحه بفضله هنا في الطبق. بخلله بيفضل معايا والله لاخر مخللايه معايا بتفضل فريش معايا ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. زي ما حضراتكم شايفين الجزر والمخلل. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبيب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المخلل كل ما بيعدي عليه يوم بيقل طبعا يعني في الكميه. يعني انا شوفوا مليت طبق اهواتي في خلال يومين 2 بالكتير هتلاقوا المخلل دوت خس خالص. المخلل طبعا بيقل طبعا في الحجم طبعا يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يومين 2 وهبص الاقي الطبق ده بقى في النص كده. يعني المخلل مش هيبقى كده مليان، هيبقى في نص الطبق، لان المخلل بيقل حجمه كل ما بيزيد
كل ما بيتخلل كل ما بيقل في الحجم بتاعه. اهو بصي يا حبيب قلبي، هنزود كمان شويه ميه وشويه ملح كمان، وهنغطي عليه بقى، هنغطي عليه لمده 4 ايام بالظبط وهيتاكل منه ان شاء الله. ما افتح عليه باذن الله هصوره معاكم برضو لما اجي افتح عليه. هزوده ميه، شويه ميه صغيرين كده عشان يبقى في معقول. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بنجرية تاني، بنجرية حمراء عشان البنجر ده بيديله لون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. البنجر ده حلو جدا 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 في المخلل، بيخلي له لون طبيعي وحلو جدا. والبنجر صحي يا حبيب قلبي، البنجر صحي جدا 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 يعني حلو، بس هيديله لون احمر للمخلل، هيخلي المخلل بتاعنا لونه احمر وجميل حبيب قلبي. المخلل اهو هغطي عليه بقى واسيبه 3 ايام، وبعد ال3 ايام ان شاء الله اما اجي افتح عليه هوريكم النتيجه باذن الله حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لايك وشير بقى يا حبايب قلبي، لايك وشير كده وسبسلايك حبايب قلبي كده. خلينا المخلل هنغطي عليه بقى ونحطه يا حبايب قلبي، نحطه بره في اي حته. طبعا الطبق دوت بيخليه فريش، ما بيكرروش حاجه زي البرطمان، طبعا بيخليه فريش معانا على طول ما شاء الله. بيخليه زي ما قلت لحضراتكم يعني ما بيجوفش المخلل. البرطمان بيخليه يعمل ريم فوق كده ابيض، لكن الطبق ده بيحافظ عليه اكتر وقت ممكن حبايب قلبي. بس اهم حاجه المخلل لما يتخلل ما نحطش ايدينا فيه ونطلع منه بايدينا. اهم حاجه ان احنا نطلع بمغرفه ناشفه، ما تكونش مبلوله ميه خالص، مغرفه ناشفه كده، ونطلع كده بالراحه، ما نحطش ايدينا، عشان لما نحط ايدينا في المخلل ونطلع منه طبعا ريحته بتغير وما بيبقاش حلو خالص. فلازم نحط بالمغرفه، مغرفه كده نحط بيها يعني في طبق ان شاء الله ما يتخلل حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. لو وصلتوا معايا لحد كده اشترك في القناه وسبسلايك، وطبعا وهنزل الفيديو دوت على صفحتي على الفيسبوك برضو، يعني هنزله على اليوتيوب والفيسبوك، وعايزاكم تشاهدوني يا حبايب قلبي. خشوا على قناه هاني من البيت كده على اليوتيوب، وهنزل الفيديو ان شاء الله على الفيسبوك برضو حبايب قلبي. خشوا لايك واشتراك كده وسبسلايك للقناه حبايب قلبي، وهنزله على الفيسبوك برضو. يا رب تكونوا بخير داخل مصر وخارج مصر. واقول لكم دلوقتي استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.